الأهلي تعاقد مع منصف بقرار بعد موسم سجل فيه 18 هدف، ولكن كان توظيفه جناح يمين، وده هيعمل للأهلي مشكلة. مين اللي هيلعب، بقرار ولا زيزو في مركز الجناح اليمين؟ ولا ينفع الاتنين يلعبوا مع بعض بشكل ما، ولا واحد فيهم لازم يغير مركزه؟ في الفيديو ده هنشرح ايه اللي اختلف في منصف بقرار الموسم اللي فات عن المواسم اللي قبل كده، وايه سبب الانفجار، وازاي هنحل مشكلة زيزو. بقرار يقدر يلعب كمهاجم، بس ده مش افضل مراكزه. ممكن يلعب مهاجم تاني، وممكن يلعب جناح يمين، بس مش جناح خط تقليدي اللي هتاخد منه الواحد على واحد والتعدية، لان راس ماله هو استغلال المساحة والسرعة. فازاي الاهلي هيوظف ده في منصف بقرار؟ منصف بقرار الموسم اللي قبل اللي فات جاله تقريبا 8 فرص لتسجيل اهداف حقيقية، ولكنه سجل 4 اهداف بس. بينما الموسم اللي فات الراجل ده انفجر تهديفيا، عمل 18 هدف وكمان صنع 7 فرص، يعني 25 مساهمة تهديفية. يعني الفرق ما نقدرش نقول بس ان هو تحسن في الانهاء، لا ده بقى يتخلق له كمان فرص اكتر عشان يحول كل ده لاهداف. يبقى السؤال هنا هو ايه اللي اتغير في منصف بقرار؟ الخريطة الحرارية لما نبص عليها هنلاقي ان اعلى كثافة لتحركات بقرار كانت في الناحية اليمين من التلت الهجومي، لكن وجوده على اليمين ما كانش معناه انه واقف على الخط طول الماتش. الراجل ده كان ممكن يبتدي من بره على الجناح، بس بيدخل لانصاف المساحات ويوصل لقلب ال 18. يعني ببساطة بقرار جناح متحرك، يبتدي على الطرف ويخلص جوه ال 18. وخلي بالك كمان ان بقرار مش افضل لعيب يلعب عرضيات، وبالتالي لو خليته بس مهاجم او جناح على الخط بيوصل لاخر الملعب ويحاول يعمل عرضيات، الجوده اللي هتاخدها منه متوسطه، وبالتالي مش هيبقى بيشكل اضافه اصلا في تشكيل النادي الاهلي. ولو تاخد بالك من اللقطات اللي قدامك هتلاقي ان تمركز بقرار اقرب لجناح ضامم لقلب الملعب او مهاجم تاني، والكره لما بتتلعب له وبيعرف يتحرك مع توقيت الباص في المساحه، وبيقدر كمان ان هو يعمل الانهاء من لمسه واحده، وده يوضح لك القدره الكبيره اللي عند بقرار في التسجيل والانهاء. اما تيجي تبص على اللقطات اللي قدامك دلوقتي، البقرار على الجناح اليمين لو انت طالب منه يلعب عرضيات، في عرضيات هتروح دقيقه وهيشكل خطوره، بالاضافه لاستغلال سرعته في ان هو يسبق المهاجمين، ولكن مش دايما العرضيات دي هيقدر يعمل منها خطوره. هنا قدر يحجز المدافع ويسبقه بسرعته، وبعدين وصل للمنطقة الخطيرة جدا اللي منها المفروض يلعب عرضية على القائم البعيد، ولكنه دايما بيستنى زميله اللي يجي وبيحاول يلعب له عرضية على الأرض بتتقطع. وهنا يبان ان بقرار ما ينفعش يبقى جناح تقليدي بيلعب برجله اليمين فاتح عرض الملعب في الجنب اليمين، ويبقى قراره المتاح الوحيد او الفرصه اللي يقدر يخلقها تبقى عن طريق عرضيه، لان مش دايما العرضيات هتبقى بالجوده المطلوبه. الراجل برضو بيقدر يلعب كجناح شمال زي ما انت شايف في اللقطات اللي قدامك، بيستلم من بره الملعب، بيبقى فاتح عرض الملعب ويقدر يضم لقلب الملعب وهو معاه الكوره ويعمل خطوره ويسجل اهداف. وهتبص كمان هتشوف توقيت بداية التحرك، هو شايف زميله أول الباص ما يبتدي يحس إن هو هيتعمل، الراجل بيتحرك في المساحة في ظهر الدفاع وبينهي من لمسة واحدة سواء بيمينه أو بشماله. بس طبعا جودة إنهائه برجله اليمين مش زي رجله الشمال خالص، ولكن هتظل ميزته الكبيرة في التمركز ده في أنصاف المساحة إنه إزاي بيقدر يتحرك في التوقيت المناسب، ظابط مصيدة التسلل وبيتحرك دايما في ظهر الدفاع وتوصل له الكورة يستلم ويخلص على طول من لمسة او اتنين. ودي من صفات اي لعيب كبير. لحد هنا الصوره مشرقه جدا في النادي الاهلي. رحت جبت لعيب توظف السنه اللي فاتت كجناح يمين، منتج جدا تهديفيا 18 هدف وسجل 7، يعني راجل قادر على التسجيل وعلى الصناعه. بس يا جماعه ده بيلعب مكان زيزو، هيبقى ايه الحل؟ زيزو المركز الافضل ليه في الملعب هو الجناح اليمين، ما عندوش الواحد لواحد، بس بيقدر يعمل الفرق بالسرعه ويعمل العرضيات. وبالتالي هل هتخسر زيزو؟ هل هتقعد زيزو احتياطي، ولا هتغير تمركز زيزو تلعبه مثلا 8 زي ما قلت لكم قبل كده الموسم اللي فات؟ ولا حل من دول اعتقد هيبقى الحل المنطقي، لان زيزو برضو اعتقد مش هيبقى من السهل ان هو يقبل بتغيير مركزه، خصوصا ان شكل عموته رايح ل 4-4-2، و4-4-2 محتاجه لعيب بيعمل كروسات كويس على الجناح اليمين زي زيزو، وده عكس بقرار. ليه زي زيزو؟ لان انت عندك كمان سفيان بن جديده المميز جدا في الضربات الرأسية، فمش معقول هيبقى عندك فرود من أهم أسلحته الكرات العرضية وتحويل الرأسيات لأهداف فما تلعبلوش ولا جناح يبقى بيلعب الكور العرضية كويس. إيه الحل؟
الحل ببساطة زي ما وريتك بقى في الفيديوهات اللي قبل كده، وتعالَ نشوف تاني. توظيف بقرار كجناح شمال، الراجل بيقدر ينطلق بسرعة في الجناح الشمال، الراجل بيقدر يعدّي في ال1 على 1 في الجناح الشمال، ودي حاجة ما بيقدرش يعملها في الجناح اليمين، لإن هو ببساطة بيحاول يعدل الكورة على يمينه ويخلّصها، إنما في الجناح اليمين لو عدل على شماله، ما هي شماله مش زي يمينه، وبالتالي ما بتاخدش الإنتاجية المطلوبة. تريزيجيه وبعد رحيله بقى ما عندكش جناح شمال صريح أصلًا في النادي الأهلي. ممكن تقول لي بن شرقي، بس هل بن شرقي هيدّيك كل مباراة 90 دقيقة؟ أعتقد بن شرقي في الشكل الحالي لعموتة والنادي الأهلي هيبقى أكتر كلاعب احتياطي، ومش مُنتج أوي برضه في الجناح اليمين، ولكنه لعيب تقدر تستخدمه كمهاجم تاني، كجناح يمين، وكجناح شمال. نفس الكلام على منصف بقرار، تقدر تستخدمه في ال3 مراكز، وبالتالي يبدو إن الأهلي في صفقاته رايح لحتّة اللعيب اللي يقدر يلعب في أكتر من مكان، لإن ما تنساش كمان إن عندك أقطاي اللي بيقدر يلعب كمهاجم ومهاجم تاني، وممكن يلعب صانع ألعاب. توظيف بقرار كجناح شمال بس على الورق وسكتنا، ده مش الحل المثالي أصلًا لمشكلة النادي الأهلي. ليه؟ لإن بقرار دايمًا هتلاقيه بيقفل الملعب، دايمًا بيخش لجوّه، وبالتالي لازم يكون الباك الشمال في الحالة دي بالعمري يبقى دايمًا فاتح خط الملعب ومساند لبقرار، لإن أنت عندك حاجتين، أنت لو بقرار سِبته لوحده الملعب هيبقى ضيّق، أنت قافل الملعب من الجناح الشمال، وبالتالي لازم يبقى في wing يفتح الملعب. تاني حاجة لازم الأهلي يعملها تدوير الكورة بسرعة من اليمين للشمال، لإن ميزة بقرار الأساسية هي سرعته وانطلاقاته، وإن هو بيعرف يلاقي المساحة ويروح فيها. لو تدوير اللعب بطيء الكورة ما بتوصلش بسرعة لبقرار، يبقى أنت أصلًا يعني قتلت الميزة اللي عند بقرار، إن هي استغلال المساحة. يبقى لازم يبقى في بالعمري فاتح الملعب في ضهر بقرار، ده أول حاجة. تاني حاجة تدوير الكورة بسرعة، ما ينفعش الريتم يبقى بطيء خصوصًا قدّام الفرق اللي بتتكتل، لازم نجمّع اللعب في جبهة اليمين، وبعد كده تغيّر مرّة واحدة وبسرعة لبقرار عشان يقدر يلاقي لك الحل في الماتشات خصوصًا المتأزمة وقدّام الفرق اللي هتتكتل، لإن أنت لو قفلت المساحات على بقرار هيفقد جزء كبير جدًا من خطورته وقوته. قرار تألق الموسم اللي فات وسجّل 18 وصنع 7 وهو جناح يمين، ولكن السر مش إن هو كان جناح يمين، السر إن هو تم توظيفه كجناح يمين يدخل لقلب الملعب أقرب لمهاجم تاني، وده نفس التوظيف اللي لو وظّفته له على الجناح الشمال ما افتكرش إن أنت هتخسر حاجة في إنتاجية بقرار، بالعكس ده أنت هتدّي له ثقة أكتر في الإنهاء، لإن هو بيحب يقطم ويخش لجوّه. وبالتالي أنت مش مُجبر على تغيير مركز زيزو، لإن زيزو أكثر إنتاجية هتاخدها منّه هي صناعة العرضيات، الراجل بيعمل كروسات كويسة جدًا وفي أماكن ممتازة، يبقى لازم تستغل ده وتستغل ده في أكبر ميزات ليهم علشان تاخد منّهم أكثر إنتاجية والاتنين يبقوا راضيين عن اللي أنت بتعمله، لإن لو زيزو تم تغيير مركزه مش هتاخد منّه إنتاجية كبيرة، وبالتالي هيبقى عندك مشكلة كمان في أوضة اللبس، لإن الراجل ده الموسم اللي فات ما طلّعش أحسن حاجة عنده، وأعتقد الموسم ده هو الموسم اللي زيزو محتاج يثبت فيه إنه فعلًا صفقة تستحق الانضمام للنادي الأهلي. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف رأيك، هل فعلًا بقرار هيبقى أفضل لو اتوظّف كجناح شمال بعد اللي أنت شُفته في الفيديو ده، والّا الأفضل إن هو يدخل في منافسة مباشرة مع زيزو على مين هو الجناح اليمين الأساسي للنادي الأهلي؟ ولو الحسين عموتة هيلعب ب3 أو 4 مهاجمين، مين الخط الهجومي اللي أنت شايفه الأنسب حاليًا للنادي الأهلي في ظل الأسماء الموجودة والصفقات الجديدة؟